السلام عليكم. في هذا الفيديو غنوريكم شنو هما المكملات الاساسيه. كاينين 5 انواع المكملات الاساسيه باش ما تبقاوش تضيعوا فلوسكم غير في مكملات اللي ماشي ضروريه، ومنها نيت تحتفظوا على الفلوس ديالكم. حنا نظرا للظروف الاقتصاديه تمرنا بزاف ديال الناس وتيبغي يشري يا مكمل واحد يا جوج وما تيعرفش شنو يشري. المهم في هذا الفيديو هذا غنوريكم 5 مكملات اساسيه اللي غتشريوهم وغتستافدوا منهم. تقدر تشري منهم واحد، تقدر منهم غير شي جوج وتستافدوا منهم اكثر. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا المعنى ديال هاد المكملات كاملين، تعرفوا الشرح ديال كل واحد وشنو الدور ديالو المناسب للجسم. غنمشيو دابا نوريكم شنو هو احسن مكمل من بين ال5 المكملات الاساسيه. شكون هو المكمل الاول؟ بزاف الناس يغلطوا تيقول بروتين باودر، لا ماشي البروتين باودر. هانتوما غتشوفوا شكون هو احسن مكمل. المكمل هو الجلوتامين. علاش الجلوتامين؟ الجلوتامين شنو هو واحد الحمض اميني. بزاف الناس يغلطوا تيقول لك الدور ديالو هو ريكافري ماسل، لا ماشي الدور ديالو ريكافري ماسل. الدور ديالو الاساسي وهو غات هيلث، يعني صحه الامعاء. يعني انت فاش تاكل الماكله الا كنتي بحال هكا ما عندكش فلوس باش تشري مكملات بزاف، تشري جلوتامين. انت عندك الشهيه مزيانه، كتاكل مزيان كلشي كتاكل، كتشري جلوتامين تيعاونك على الهضم ديال الماكله. ولا تهضمات الماكله مزيان كدوز نيوتريشنيست للدم، كتدخل الخلايا، كتستافد، كتزيد في الوزن وكتصحح. عكس المكملات الاخرين. علاش غتشري بروتين؟ البروتين اللي كان عندك مشكل حساسيه اللاكتوز ولا عندك الانتفاخ ولا ما تهضملكش مزيان، انت ما استفدتيش منه. اذا شريتي مكمل وما استفدتيش منه في الصحه ديالك. اذا الاساسي هو هذا، يعني اللي كيهضم لك الماكله ديالك. ماكله عاديه كتاكل عاديه مع مال الدار، كتشري مكمل الجلوتامين تيعاونك على الهضم ديال الاكل وكتستافد اكثر. وبذلك فاش كتقاد لك الصحه ديال الامعاء كتطلع المناعه، انت استفدتي، هضمتي الاكل ديالك وطلعت المناعه ديالك. اذا ذلك هذا هو احسن مكمل وهو الجلوتامين. نمشيو دابا لثاني مكمل، ماشي هو بروتين باودر، كرياتين مونوهيدرات. الكرياتين كما ذكرنا في الفيديو اللي قبل هو واحد الماده موجوده في السمك وموجوده في اللحم، ولكن بمجرد الانسان كيتعرض للستريس ولا الضغوطات ولا المشاكل، هذيك الماده ديال الكرياتين كتنقل من الجسم ديالو، وما يمكنش ياكل واحد الكميه كبيره ديال اللحم ولا ديال الحوت باش ياخذ من النسبه ديالو اللي تحتاج من الكرياتين. بالنسبه للكرياتين الشخص يحتاج تقريبا 5 غرام في النهار، بحال هكا نيت سكوب. سكوب 5 غرام في النهار يحتوي على 5 غرام ديال الكرياتين. اذا تقريبا خاصك تقريبا شي كيلو ديال اللحم باش تاخذ هاد 5 غرام ديال الكرياتين. الكرياتين شنو الدور ديالو؟ الكرياتين هو كيسحب الماء من الجسم وكيدخلو الخلايا العضليه، وكتحس انت بواحد لا بومب في لاصال، وكتحس بواحد الفوليوم خارق. الكرياتين من احسن انواع المكملات اللي كيديروا عليها الابحاث بزاف. اكثر مكمل من بين هاد المكملات كامل اللي في العالم اللي عليها الابحاث بزاف وهو الكرياتين مونوهيدرات. اذا ما تخافوا من حتى شي حاجه منه، لا من تساقط الشعر لا من مشاكل الكلى لا حتى شي حاجه. غير هو الحاجه اللي تكون مزيانه هو تكون شركه مزيانه، ماشي اي شركه تشرو منها. تسمعوا في فيديو حقا قالنا الكرياتين مونوهيدرات، هذا راه كرياتين مونوهيدرات صافي ناكلوه. مش مسؤوليه ديال داكشي. شركه تكون معقوله وشركه امنه وتكون عندها واحد الرقابه من شركه واحده اخرى، ماشي غير من وزاره الصحه. كتكون شركه واحده اخرى اللي عندها الرقابه هي اللي كتتبع مع المواد اللي كتكون في العلبه ديال المكملات. نمشيو دابا المكمل الثالث. المكمل الثالث ماشي بروتين باودر، مازال ما وصلنالوش، وهو مالتي فيتامين ومينرال اند اوميغا 3. هادو كيمشيو بعضياتهم. بالنسبه للمالتي فيتامين ومينرال، يعني واخا تكون تاكل الفواكه والخضره بزاف راه ما غتجيبش الاحتياجات اليوميه ديالك في الفيتامين والمعادن من الخضره ولا من الفواكه. وخصوصا حنا ما تناكلوش دابا الماكله اللي طبيعيه، مواد كلها صناعيه. مازال كون كانت بيو وبلا الناس ياكل بزاف الخضره يوميا وتياكل الفواكه مزيان تقدر تستافد. اما حنا تنعيشوا في واحد الوقيته اللي صعيب شويه باش تجيب ماكله بيو وغاليه بزاف، اذا غيكون عندك واحد ضروري غيكون عندك المونك ديال الفيتامين. واول فيتامين تيديروا الناس ديال التحاليل بحال الكلان اللي عندي انا في لاصال اللي كنتبع معاهم في الريجيم، اول تحليله اللي كتكون عندهم ناقص فيها هي الفيتامين دي، تيكون عندهم ناقص بزاف. ملتي فيتامين ومينرال عند اوميغا 3. شنو هي الاوميغا 3؟ اوميغا 3 هي احماض دهنيه غير مشبعه. شكون الناس اللي خاصهم ياكلوا اوميغا 3؟ وهما الناس اللي عندهم التهابات في الجسم بزاف. اوميغا 3 كتقلل الالتهابات. والديكم ولا الناس اللي كتعرفوا الاقارب ديالكم اللي عنده التهابات حاول تعطيه اوميغا 3
وتكون مصدر مزيان، ما تكونش اوميغا من اي مصدر. علاش اوميغا 3؟ واش منين جاي الاوميغا 3؟ جايه من الزيت ديال السمك، الزيت ديال الحوت. ولا كان هذيك المنطقه ولا البحيره اللي جابوا منها هذيك الحوت يخرجوا منها الزيت ديالها كانت فيها بحداها مصانع ولا حداها تلوثات، وجابوا داك السموم اللي تما غتدير لك هنايا، وصدق نتايا عوض ما تبقى تصحى لك تخرج على الصحه ديالك. اذا ردوا البال الشركات المكملات اللي تشتريو من عندهم. نكمل الفوائد. قلنا كتقلل الالتهابات بشكل كبير. ثاني حاجه صحه القلب والاوعيه الدمويه والدماغ. الناس اللي عندكم مشاكل في القلب ولا في الدماغ والاوعيه الدمويه مزيان لهم اوميغا 3. ثالث حاجه الناس اللي عندهم الام ديال المفاصل والركب مزيان لهم اوميغا 3. ولا خشونه ديال الركب ولا الطقطقات، سواء الطقطقات الكتف ولا ديال الركبه، مزيان لهم اوميغا 3. دابا غنمشيو للمكمل الرابع اللي هو بروتين باودر. هاد الشركه رو باش نموت القضيه هادي، راه لي بروتين باودر راه ماشي بحال كيما اللحم ماشي بحال راه شركه البروتين راه ماشي بحال هذا بروتين باودر غراس فاد واي او غراس فاد ميت. شنو هو غراس فاد ميت؟ كاين غراس فاد ميت وكاين اللوكال ميت. شنو هو؟ يعني كتلقى اللحم طبيعي وكتلقى اللحم راه ماشي طبيعي، يعني اللحم واخد هرمونات، ولا اللحم اللي تيجيبوه من برا، ولا داك اللحم ديال الابقار اللي مربي فواحد الضغوط ماشي هذيك، تياكل اكل غير صحي. اما هاد النوع هذا ديال كراس فات ميت، ابقار عايشين فري حورين مطلوقين، تياكلوا غير العشب، تياكلوش بحال هكا شي المواد الصناعيه اللي تياكلوا داكشي. يعني كتلقى اللحم غالي. اذا حنا اللحم كنشريو كامل ب 2400 الكيلو، هو اللحم ديال هذا كيتقيم 4500 الكيلو، 4500 درهم 4600 درهم الكيلو، يعني تيكون غالي بزاف وقليل ما كاينش. يعني هذا داك اللحم اللي غالي هو مخرج منه هاد البروتين باودر. ثاني حاجه محيدو منه اللاكتوز. الناس اللي عندهم حساسيه ديال اللاكتوز، يعني كيشربوا اي حاجه الحليب ولا شي حاجه كضرهم في المعده ديالهم، يعني ما كيضركمش في المعده، ما كيديرلكمش انتفاخات، ما كيديروش الغازات في المصارين. يعني كتشرب بروتين باودر كترتاح نفسيا في المعده، كترتاح وكيعاونك في زياده الكتله العضليه. البروتين موجود في اي ماده، كاين في البيض، في اللحم، في الدجاج، في الحوت، كلشي كاين فيه البروتين. ولكن واش يمكن لك تقول يا استاذ واش يمكن لي ناخذ غير هاد الماكله هادي بلا ما نشري بروتين باودر؟ لا ما يمكنش. علاش؟ بالنسبه للناس اللي عندي نقابل معاهم الدايت عندهم الريجيم، كتكون تقريبا النسبه ديال البروتين كتكون تقريبا 200 غرام ديال البروتين. واش يمكن له يجيبها من الماكله؟ لا ما يمكنلوش يجيبها من الماكله. اذا كندخلو بروتين باودر على الاقل واحد جوج سكوب في النهار باش يمكن له يعاون ما بين الماكله وما بين البروتين باش يجيب احتياج ديالو ديال البروتين في النهار. هادشي علاش تنستعملوا مكمل بروتين باودر غبره. نمشيو دابا خامس مكمل وهو الاخير، وهو جلاستربام كربوهيدرات. هذا كربوهيدرات. شنو هما الكربوهيدرات؟ وهو نوع من انواع النشويات. شنو هي الكربوهيدرات والسكريات؟ هذا السكريات وهي السكريات المركبه، ماشي السكريات البسيطه كما كتعرفوا السكر، حيت السكر كاين بزاف ديال الانواع. هاد السكريات كتمل غلايكوجين ستور، يعني فاش كتمشي تريني في لاصال يعني خزائن ديال الجلايكوجين كتنفد كتنقص لك. فاش تسالي لاصال كتدخل سكوب ديال الكربوهيدرات، يعني كتعمر الجلايكوجين ستور ديال الخلايا العضليه او خلايا الكبد. هذا لما تصلح الكربوهيدرات الناس اللي عندهم مشكله النحافه، سواء النساء او الرجال، الناس اللي ضعاف كنعطيهم هذا المكمل هذا ديال الكربوهيدرات باش يزيدوا في الوزن الجسم. والناس اللي عندها الفلوس وبغات دير واحد الكومبو خطير، كربوهيدرات بروتين باودر كرياتين، نيت كومبو 3 غتشوف واحد الحجم عضلي خيالي. بروتين كربوهيدرات كرياتين في تشيكر وحده، سكوب بروتين، سكوب ديال كربوهيدرات، سكوب ديال كرياتين، مول لونطريمون وردوا عليا الاخبار. هانتوما دابا عرفتوا في هذا الفيديو شنو المكملات الاساسيه، كل واحد يشوف المزايا ديالو وشنو الهدف شنو بغا منه، واش بغا يزيد في الوزن ولا بغا يزيد في العضلات ولا بغا يزيد في البامب كرياتين في الحجم، ولا باغي الاوميغا 3 على حساب مشكل ديال مشاكل ديال الركبه، مشاكل ديال الدماغ، مشاكل ديال الاوعيه الدمويه، ولا مشاكل ديال القلب ولا الالتهابات، الجلوتامين صحه الامعاء، لي غات هيلث، مصارين زياده المناعه. هانتوما دابا لكم اختيارات، ما فهمتوا كاع المكملات وهادو هما الخمسه الاساسيين، هما هادو كل واحد يشوف واللي حال فهادشي كامل. كاين بروغرام الدايت كما كندير الدراري اللي عندي مقابلهم الدايت،
صيفط ليا ميساج في واتساب، نقادو بروغرام خاص به ديال الدايت، زياده الوزن او نقصان الوزن، وانت هنا ماشي كامل وانا نتكلف له كلشي. هو غيعرف غير الريزلتا ديالو من هنا 3 شهور، يعرف ريزلتا واحده اخرى تغير جذري. وكتشوفوا التصاور ديال التغيرات ديال الناس اللي عندي هنا في الانستغرام، وانتم غتردوا وتحكموا على راسكم. ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله.